نبي الله إبراهيم كان بيحب ابنه إسماعيل حب شديد. مرت الأيام، نبي الله إبراهيم راقد، رأى في المنام إنه بيذبح ابنه إسماعيل، ورؤية النبي أمر حق وحي من الله. قام من النوم قال: يا إسماعيل تعال. شل إسماعيل وبزه لا مكان بعيد، فلما بلغ معه السعي شله لا مكان بعيد، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما قالش يا أبت افعل ما رأيت، قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن إسماعيل درى إن هذا أمر وحي من الله. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قدم المشيئة على الصبر، ما قال ستجدني صابرا إن شاء الله، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، يعني إيش؟ الاثنين استسلموا لأمر الله. نبي الله إبراهيم استسلم إنه هو الآن عيذبح إسماعيل، خلاص استسلم، سلم أمره إلى الله، أنا الآن شذبح ابن إسماعيل. وإسماعيل استسلم وسلم أمره إلى الله، أنا الآن شذبح. فلما أسلما وتله للجبين، إبراهيم وطى ابنه إسماعيل على ركبه ورفع الشيء ذبحه. إسماعيل قال: يا أبتي وطي رأسي إلى الأرض واذبحني وأنا موطي، لا تخلش راسي مرفوع، لا عاد تبسرني وتزعل لو ما تذبحني، تزعل تبسرني وتزعل، واحكم وثاقي اربطني سوا، لا عاد في حرب وأنت تبسرني وأنا في حرب تزعل علي، بيهم أبوه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. وقف مالك ده، احنا لا بنختبرك بسروة التدخل. قلت عايز بحق والله نادي يا إبراهيم ده، احنا لا بنختبرك، قد صدقت الرؤيا، نجحت في الاختبار. إنا كذلك نجزي المحسنين. سماها الله جزاء، مع أنه بلاء بس جزاء للصالحين. إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء ما بش مثله بلاء. تذبح ابنك عتسخاء، أنت تذبح ابنك، تذبح ابنك، ومش واحد ثاني يذبح ابنك، أنت بيدك تذبح ابنك. إن هذا لهو البلاء المبين. تخيلوا ايش سعادة نبي الله إبراهيم لو ما الله ناداه. وقف، ضيقها الله عليه، ما ناداه الله إلا والسكين في رقبة إسماعيل. ما ناداه الله وهم عادوا بيتكلموا وهم عند الصخرة، ناداه والسكين وناديناه أن يا إبراهيم. ضيقها الله، ضيقها، وبعدها فرجها عليه. ايش السعادة. فلما استكملت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. نزل الذبح من السماء. اذبح الذبح، اذبح هذا الطريق، شل ابنك يلا وروح. ولا نبي الله أيوب 18 سنة فيه مرض جلدي، كان يتناكى على اللحم لو ما بقى على العظم، وكانوا منعزل عن أهله في حفرة، لأن المرض معدي، فخافوا طرحوه يسكن في حفرة. كانوا غني، فقر ولا عد معه ريال، كان معه عيال كثير
ماتوا كلهم. كان يقولوا له ادعي الله انه يشافيك، انت نبي دعوتك مستجابة. قال لهم كم لي وانا في الرخاء والمتعة؟ قالوا له 40 سنة. قال استحي ان ادعو ربي قبل 40 سنة من البلاء. عشت 40 سنة وانا في الراحة، ضروري اعيش 40 سنة وانا في البلاء. قال الله عليه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد. لو ما الله يقول رجال نعم العبد رجال، نعم العبد إنه أواب. وبعد 18 سنة زاد المرض وزاد التعب، ما عاد يقدرش يصبر نبي الله أيوب. دعا الله. ايش قال؟ قال ربي إني مسني الضر. مسني، ما قالش أصابني، قال مسني، يعني حاجة بسيطة. مسني الضر. وقد له 18 سنة، ماتوا عياله كلهم، خسر ماله كله. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. ليش؟ لأنه صبر بصدق، صبر بدون شكوى. واصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل تصبر بدون ما تشكو. مش يوجعك راسك وأي واحد تلقى يا أخي راسي بيوجعني يا. صبر جميل. لو ما تشكي إلى الناس مرضك وتعبك وبلاءك، كأن الله بيقول لك عبدي أشكوت بي؟ بتشتكي بي؟ من الذي ابتلاك؟ أنا، يعني بتشتكي بي؟ أشكوت بي؟ أشكوت بالذي يرحم إلى من لا يرحم؟ لا تشتكش بالله. اصبر صبرا جميلا. ليش الله ما بيبتليناش البلاءات هذه مثل نبي الله إبراهيم أيوب؟ لأن احنا عنكفر. لو غير ندعس شوكة في الشارع الله يلعن أمها عيشة. يا أخي ما هذا العيشة يلعن أم الدنيا وهي شوكة. قد لا يبتلينا الله البلاءات هذه. فالله بيبتلينا على قدر إيماننا. يبتلى المرء على قدر دينه. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإحنا بيبتلينا الله على قدر إيماننا. إيماننا هكذا يبتلينا الله هكذا. زكمة، حمى، بطني، راسي، ظهري، على قدر الإيمان حقنا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر نصف الإيمان. ما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. الصبر ضياء، إنما النصر صبر ساعة. الصبر الحياة هذه كلها متعلقة بالصبر. حتى الطاعة والعبادة يشيلها صبر. الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. اصبر على الصلاة، اصبر على الطاعة، اصبر على طاعة والديك، اصبر على الأخلاق، اصبر. حتى العبادة يشيلها صبر. إذا ما تقدرش تصبر ضعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.